وصفة جديدة، وصفة شفتها وقلت اجربها معاكم وتستفادوا منها. تعالوا نجرب الوصفة مع بعض. بصوا يا حبايبي بقى، هنجيب ايه بولة كده تكون غويطة شوية عشان الوصفة بتاعتنا فيها حاجات كتير. اول حاجة نص معلقة فلفل اسمر، ونص معلقة كزبرة، ونص معلقة كمون، ونص معلقة بابريكا، ونص معلقة كركم، ونص معلقة كاري، نص معلقة توم باودر، ونص معلقة بصل باودر، وربع معلقة حبهان مطحون. انا عشان ما عنديش حبهان صحيح، لو عندك حبهان صحيح حطي وحدتين حبهان صحيح، بس انا ما عنديش صحيح، فهحط ربع معلقة مطحون، وربع معلقة زعتر، ومعلقة سكر صغيرة، ومعلقة ملح صغيرة، واخيرا ايه، ورق راولة، واحدتين كده 3 ورق راولة. وتعالوا نطحن الكلام ده كله ببعض. تعالوا بقى نشوفهم بعد ما طحناهم في المطحنة. نفضيهم بقى في حاجة. بصوا كله بقى دخل في بعض. طبعا ايه، هي الحاجات دي كلها مطحونه، احنا بنطحنها طريقه ليه؟ عشان كل بقى المكونات دي تدخل في بعضها، والورق الراوله وكده. ايه بقى الحاجه اللي انا عملتها دي؟ خلينا ندوها كده. بجد تحفه، بجد تحفه. ايه بقى دي بدل مرقه الماجي. يعني دايما بنسمع ان مرقه الماجي مضره، انا بسمع زيكم ان هي مضره، وان هي طبعا مش صحيه جدا والحاجات دي، والله اعلم معموله من ايه والكلام ده كله. فانا بقى شفت الوصفه ديت وحبيت اجربها معاكم عشان نستفاد كلنا منها. فانا اول مره اعملها وقلت برضه اجربها معاكم وادوقها كده، اشوف فعلا هي بديل مرقه الماجي وينفع نحطها بدل الماجي ولا ايه. فدقتها طعمها تحفه بجد، طعمها حلو قوي فعلا، احلى من الماجي. يعني كل المكونات دي مع بعضها دقتها كده اداني ميكس جميل قوي. تحطيها على اي نوع خضار عندك، على اي نوع طبيخ، كلها حاجات صحيه وكلها حاجات ايه، توابل احنا عارفينها جايه منين ورايحه فين وعامله ازاي. قلب حلو زي قلبكم.